السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو vous allez bien وان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومهنيين. اليوم جبت لكم من احدى الوصفات الرائعه جدا للبيتزا، محبوبه الجميع يحبوها صغار وكبار. اليوم رايحين نحضروها بطريقه سهله جدا وكامل تنجح لكم باذن الله. برك تابعوا الخطوات. ورايحين نحضروا كذلك صلصه الجبن اللي نعتمدها دائما في ليصالي والبيتزا، وصلصه الطماطم اللي تجي كراف هايله. وراح نعطيكم كامل لي زاستوس والاسرار تاع البيتزا باش تنجح لكم هكذا من اول مره، يعني مستحيل تجربيها وما تنجحلكش. حبيبتي اذا كنتي انتريسي مع هذا الفيديو تابعي معايا الاخير ونشوفوا كيف طريقه التحضير. نبداو على بركة الله. اول حاجه بديت بها هي تتبيله الدجاج. كنت قطعته وضفت له لي زيبيس، عباره عن راس حانوت وفلفل اكحل وفلفل عكري وشويه نتاع كركم وتابل تاع دجاج، وضفت حوالي مغرف خل ولا عصره قارص وزوج مغارف زيت، واللي عنده المطارد يضيف مغرف صغيره. انا كان ما عنديش، وكنت ضفت ثان زوج سنات نتاع ثوم. وبلا ما تنساو الملح طبعا، نضيفوا مغرف صغيره. هذه تتبيله خاصه بالشاورما، تجي هايله احسن من انه تقلي الدجاج وحده. كي تقليه وحده هكذا نحسو يجي صامت، بصح كي ديريه بهذه الطريقه راح يمدقو بزاف هايل. ومن بعد تخلوه يرتاح حوالي ساعه ولا نصف ساعه، المهم قد ما ريح مليح. نمروا نخدموا لاصوص نتاع البيتزا. كيما كنتو شفتو قطعت الطماطيش وقطعت السنات نتاع الثوم وزدت شويه ملح، وديروا كلش في المقله. كيما شفتو ما درت لا تابل ولا طماطيش نتاع الباطا ولا حتى فلفل عكري، باسكو رايحه نميكسوها. كي ندير لها دوكا لا كولور نتاعها اصلا راح تروح كي نميكسوها. اما نخلو الطماطيش طيب ونميكسوها باش كي نضيفوا لها الاضافات اللي راح نزيدوهم راح تحافظ على لا كولور نتاعها. دوك تختلف الطريقه، كاينه ولا نقولوا الاغلبيه يديروها او يعتمدوها نتاع دير الثوم وطماطيش نتاع الباطا في مقله وتزيد لهم شويه زيت وتحرجهم كيف وتضيف لهم بعدا طماطيش مربيه وتخليهم يطيبوا. انا للامانه هكذا ما تعجبنيش طريقه، باسكو شغل بعد لاصوص تجي مايهه مام اذا عقدت تجي طماطيش هذيك باينه. من احسن تعتمدوا هذه طريقه، تجي بزاف هايله وتجي خاطره ربي يبارك. كيما انا ما درتلهاش طماطيش نتاع الباطا، درت برك فلفل عكري على جال اللون. وانتم اذا ضفتوا لها ديروا حسابكم تزيدوا شويه برك تاع سكر باش لاصوص هذيك ما تجيش قاصه. كيما شفتوا كي طابت لي طماطيش ميكسيتها وزدت لها فلفل عكري وفلفل كحل وشويه نتاع راس حانوت. هذه هي. واذا عندك زعترة زيديها لها ولا اعشاب عطريه زيديها قبل ما تميكسي طماطيش، راح يمدوا بزاف كوهايل. وفي صلصه الجبن كنت ضفت 2 كيسان ونص نتاع حليب وحبه بيض ومغرف صغيره نتاع ملح. الملح ما تكثروش باسكو راح نزيدو من بعد الفرماج. كيما نعرفوا الفرماج يجي مالح. وديروا شويه فلفل الكحل وتخلطوهم كيف بالفوي وتحطوهم فوق النار تكون متوسطه مع تحريك المستمر. كي تثقل لكم ولا تختار لكم تنحوها من فوق النار وديروا فرماج. قد ما كانت نوعيه الفرماج مليحه تجيكم صوص فرماج مليحه. كما قالت خوتنا المصريه كثاري على قد ما تقدري. ليسونسيال بين صلصه الجبن لازم تكون نوعيه الفرماج مليحه هكذا باش تجيكم بنينه. نمروا لعجينة البيتزا اللي الصح كامل فيها كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش، تجيهم يابسه تقولك واه بسبب الكوشه اللي عندي والبيتزا لازم لها فور ولا كوشه سبيسيال. ونقول لك لا ما عندهاش علاقه، باسكو هذه الوصفه مجربه من قبل وفي اي كوشه تنجح، باسكو السر والصح راه كامل في لاباط. وفي العجينه نسحقوا 4 كيسان ونص فرينه اللي بيان سور تكونوا غربلتوها من قبل، وتزيدوا 2 مغارف صغار تاع خميره الخبز ومغرف صغيره نتاع سكر، وتخلطوا الجواف كامل مع بعضها وتضيفوا ربع كيس تاع زيت وتبسوا العجينه تدخلوا كامل فيها هذاك الزيت. وتلموا بالماء يكون دافي، يعني ما يكون بارد باش ما تجيكمش العجينه يابسه، ومش بالماء سخون تحرق لكم الخميره وما تخليهاش تتفاعل. وتدلكوها من بعد مليح وتخلوها تروبوزي حتى تخمر وتطلع لكم. وطبعا قبل ما تلموا العجينه ضيفوا مغرف صغيره نتاع ملح، انا نسيت ما ذكرتولكمش. خياتي كيما شفتوا العجينه لازم تدلكوها حتى تكون لكم رطبه ومش تتلصق، ومن بعد عطوا لها حقها تروبوزي مليح. الوغ هذه الوصفه معتمدتها عندي وتجي خفيفه صراحه، مفضلها على نتاع برا وتجي مليحه بلا لحوم بالفرماج برك تجي هايله. كيما انا درت 4 خبزات، خبزه درتها 3 فرماج وخبزه بالبولي فيمي والهوت دوغ وخبزه درتها كاتيزون وخبزه بالطون والشامبينيون. صح تكلفني ماشي خساره باسكو حاجه نقيه وميم طون بنينه. وانتم كيما تحبوا ديروها سامبل، في كل الحالات تجي زينه وتبقى حسب اختياركم وذوقكم. هنا بعد ما روبوزات وطلعت رايحه نقسمها لي 4 خبزات كيما قلت لكم سابقا.
الخبزة الأولى حبيت نديرها بالبولي فيمي والهوت دوغ، ولاصوص طوماط كنت قسمتها للأمانة، نص خليته كيما راه ونص زدتلو فرماج وميكسيتهم كيف كيف باش نتحصل على صوص رايحة للبيضة باش نديرها هكذا في الخبزة نتاع طروا فرماج ونتاع البولي. فوالا كيما راكم تشوفوا خبزة حليتها فرقيق وحبيت الحواف يكونوا سامبل، ومن الداخل ندير لهم صوص فرماج اللي كنا خدمناها كيف كيف. برك يديروا صوص فرماج اضغطهم بيان على الاطراف هكذا باش ما تتحلكمش. واللي خافت الاطراف يتفتحوا في الطياب ديروا شويه تاع بيض ولا فرينه مع الماء وتلصقهم هكذا تضمن ما يتفتحوش معاه. كيما شفتوا الاطراف ولا نقولوا الحواف نتاع البيتزا كنت طليتهم بالصفار البيض باسكو مانيش حابه تجيني بيضه بزاف. هذه هي من بعد قبل ما ديروا لاصوص تثقبوها بالفرشيطه وديروا لاصوص طوماط. لاصوص هنايا تبان لكم بيضه بصح هي في الواقع انا اللي زدت لها الفرماج، حبيتها تكون شوي بيضه باش كي ندير الفرماج اصلا ما تبانش بلي درت صوص طوماط. وطبعا لكم حرية الاختيار كل وحدة واش حابة تدير، انا نعطي لكم خدمتي ولا فكرتي وكل وحدة واش تساعدها. هو الصح كامل في لاباط وكيما يقول لك يبقى الشكل والذوق حسب اختياركم طبعا. وبالنسبة للفرماج اختاروا نوعية جيدة ولا نوعية خاصة بالبيتزا، كيما أنا استعملت شيدار وموتزاريلا. نتوما كي تروحوا تشرو قولوا يعطيكم فرماج خاصة بالبيتزا باش هكذا يذوب لكم ولا تضمنوا يذوب لكم. ونقطة أخرى كيفاش طيبوها، هي راها طيب في ميم با 5 دقايق تكون طابت بصح. كنت شعلت الكوشة نتاعي من قبل سخنة مليح، من بعد طيبتها على نار تكون متوسطة. نسيت قبل ما طيبوها خلوها تخمر شوي ما طيبوهاش ديريكت هكذا باش تجيكم هايلة وناجحة. خلوها تخمر برك 2 دقايق برك ميم با. هذه خبزة ثانية نتاع طروا فرماج، الاطراف كنت درت لهم صوص فرماج وقطعتهم بالمقص والاطراف اللي قطعتهم رجعت لصقتهم. جيسبر كو فهمتوا على خاطر طريقة صورتها بالتفصيل لكن لقيت الكاميرا تاعي مش حاكمتها كاع يعني مش باينه. كاش نهار ان شاء الله نعاودها لكم. المهم الخبزه هذه كاع واش فيها فرماج ابيض والكومونبير والموتزاريلا، هذه قلنا تاع طروا فرماج. هي مفروض تجي قبل الفرماج لكن حبيت نزيد درت الطون والهوت دوغ والبولي وشبحتهم بالزيتون الاخضر والاسود والموف. هنايا بعد ما طابت شوفوا كيفاش جات خفيفه تهبل، لازم تجربوها في رمضان، متاكده رايحه ديروا بها حاله ورايحه تكون الوصفه المعتمده عندكم ان شاء الله. اخر خبزه لي راح نشاركها معكم هذه خبزه نتاع كاتيزون، كيما شفتوا حليت الخبزه وقسمتها بصوص فرماج على 4 زعما نتاع 4 فصول هكذا يقولوا. درت كامل في 4 جوايه صوص طوماط وفرماج رابي، وكل فصل زعما واش ندير فيه تبقى من اختياركم طبعا. انا الدجاج اللي تبلته معكم في البدايه كنت قسمته نص قطعته نورمال ونص كليت قصدي رحيته. درت دجاج قابل ودجاج مرحي، ودرت فصل الثالث مرقاز يعني قطعت مرقاز وقليته ودرته فصل الثالث، وفصل الرابع درت فلفل حلو فقط باين هذا ما يكون غير فصل الصيف. الاسونسيال من بعد درت الزيتون ونكون كملنا. وهذا شكلها النهائي مالغري الكاميرا مش عطيتها حقها مي صدقوني تجي بزاف هايله ومتاكده رايحه تنجح لكم وتعجبكم باذن الله. وخبزة تالية كانت بالشامبينيون والهوت دوغ هذه هي. وبالنسبة لاعتزالي عن اليوتيوب أنا مانيش رايحة نعتزل ولا حتى راني نخمم نعتزل، وشين هي اليوتيوب دايرته زيادة فقط لوقت فراغي، مي حاليا عندي أولوية ومانيش نلها نصور ولا حتى نمونتي، مي راني نخمم في الصيف إن شاء الله نولي ننزل وما نطولش. هذا كان فيديو اليوم، جيسبر كو نال إعجابكم، إن شاء الله كنت خفيفة وظريفة على قلوبكم. دمتم أوفياء ودمتم في رعاية الله وحفظه، في الأمان. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما